في الارتكاز متوسط ميدان دفاعي اول فرجاني الساسي الى جانبه محمد امين بن عمر، ثم ثلاثي وسط الميدان الهجومي وهب الخزري نعيم السليتي ويوسف المساكني والقناص طه ياسين الخنيسي كمهاجم اول للمنتخب التونسي باختيارات الاطار الفني اونري كاسبرجاك وحاتم الميساوي. تشكيلة المنتخب الزيمبابوي: حراسة المرمى لتاتندا انكيروفا، يمين الدفاع سبيريكوي، على اليسار اونيسمور بازيرا، في وسط الساحلي في نصف نهائي كاس الكونفدرالية عام 2016. اختيارات المدرب الزيمبابوي طبعا كاليستو بازوا قام بتغييرين وحيدين. اليوم داني فيري يلعب الى جانب ويلان كاتساندي كثاني لاعب ارتكاز على حساب اللاعب روزيكي الغائب عن هذه المباراة واللي كان اساسي في تشكيله السنغال، وميسونا على يسار سطر الميدان الهجومي في مكان لماتش استريا ستار. واعطينا فرحه في هذا المشوار ضربه البدايه. اكيد من اصعب المعادلات في عالم الكره انك تلعب على فرضيتين: التعادل امام تحاول اللمس مع فرجاني، هذه هي يعني تقريبا فرجاني يلعب كسان لاعب والكره مسليته، كره جول، كره جول، لابد من ارهاب وبث الرعب في صفوف دفاع زيمبابوي اللي يقودوا ابرز مدافع ليه، ونحكي على ناموانزو رقم 2 31 عام، مدافع الخبره قلب الدفاع اللي يلعب في سبارتا براغ اتشيكي. ديناموس حراري العاصمه الزيمبابويه. فرجاني ساسي طه ياسين يكريس يا رب، شت لا يا ياسين، لا يا ياسين، لا كان بالامكان اكثر بكثير مما كان يا ياسين. رأسية يوسف الموهوب يخرجوا راس الترويض، وما ادراك ما الترويض. بخميس رقم 20 اخطر اللاعبين بليات اللي وزع وين رامي الجريدي يخرج مره اولى بقبضتي اليدين، خرج الكره بعيد الخطوره ويرجع لمعلول. علولو يراوغ علولو لكن يخسرها الكره، ترجع من جديد لميسونا. وينو سيام، مش معقول هذا التمركز لسيام بن يوسف. وبدرجه اخرى لحمدي النقاس، ما يلزمش نخليه المهاجم الخطير موتشيكوي في ظهر الدفاع كما فعلها الان سيام بن يوسف. موتشيكوي 29 عام، محترف طليان فيانج. هذا الثنائي يشكل القوه الضاربه لوسط ميدان نصر قرطاج. الخزري غدار وهبي الغدار، كرة لمحترف ساندرلاند كادت ان تغادر تاتندا انكيروفا. الركنية للنجمة والهلال على العار الان، اقدام الرجال واقفة كما يجب ان شاء الله توصل. يستنى في عبد النور هذه الكرة الثانية، وين التصوير؟ اسلم يستنى جول. الله يا بابا، وسلام عليك يا سليتي. نايم هذه نعمة أولى. نايم سليتي، تونس تمسي عليكم وتحييكم من ليبرافيل وفي عز هذا الليل. بركات نعيش الآن أجمل الأوقات. كرة يمينية يا سلام من نعيم تسكن شباك المحاربون وتعطي أسبقية تونسية في هذه اللحظات الكروية. تعظيم سلام لكل التوانسة. المنتخب هذا عنده باع وذراع. خامة بليات يوزع كرة من عبد النور بالخزري. المهم ابعاد الخطر. كل الكرات في التنفيذ من جانب منتخب زيمبابوي لخامة بليات محترف ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي. 8 لاعبين في التشكيله الزيمبابويه، وكذلك هذا الشبل من ذلك الاسد وبوه شكون، بوه منظر لمساكنه، خطوره مخالفه لايمن عبد النور. موتشيكوي يقوم بمخالفه على الكابتن عبد النور. واضح عمليه الدفع من موتشيكوي على لاعب فرنسا ايمن عبد النور.
وديما نقول ونعاود مع عبد النور لا تلف ولا تدور. موشيكوي يعتمد على عمليات الدفع، والحكم الايفواري موسي تا ياسين الخنيسي في الانتظار. كرة زاحفة خارج الميدان، ضربة مرمى للحارس تاتندا انكربع وبالخزري لاعب البلاك كاتس ساندرلاند فرنسي، لكن في الاسابيع الاخيره رجع العنفوانو، رجع لسولاته وشولاته. وهذا يوسف المساكني نعيم سليتي المساكني، جول جول جول، جابالو المساكني وفي الشباك حدالو يوسف المساكني، ساكن الشباك يوسف الفتاك. يا سلام يا سلام، النجمة والهلال عال العال بأكبر رجال، 1-2 والكرة في الشباك في زيمبابوي. المحاربون اكلاوهم النسور، ما شمشوهم النسور في هذه اللحظات. كرة جميلة، كرة أنيقة، كرة رائعة. منتخب تونسي يلعب في الغرام. ايش هالدلال، شنو هالجمال. البريمير ليج مع الفريق التاريخي ساندرلاند. نعيم سليتي، عادل يوسف المساكني، نعيم المساكني، تصوير جول. لا يا وهبي، لا حرموك يا وهبي من التحدي. معلش يا سرية المساكني، الروعة هذا اللعب، تحفة زمنية ليوسف. قرر زيمبابوي ان يبقى في النتيجة بامل تسديد الفارق. امكانية التصويب واردة، التصويب شنو هذا، بازوكا من زيمبابوي، من مارفينوس ناكامبا اليساري بجانب رامي جريدي. مارفينوس ناكامبا امامنا، لاعب فيتاس ارنهام الهولندي، الكاس لحجب الرؤية على تاتندا انكربع وبالخزري. الخنيسي يجبد روحه على اليسار وبالخزري، رايعة، صاروخ من ولد الخضرة. والحارس تاتندا يخرج الكرة في الركنية. يتواصل تألق المنتخب التونسي في ليبرافيل، في الداكونجي بالضبط. علي معلول في الركنية، معلول يوزع، والحارس تاتندا اللي كان وراه طبعا سيام بن يوسف من اجل اقتناص هذه الكرة. نوي ممنوع، كرة لزيمبابوي، ميسونا التصوير، يا رامي 5 ولا 5 عليك يا رامي يا ولد ابراهيم. من جبتها هذه، جابها من قائم الاسمر، جابها من قائم الايمن، هو رامي جريدي يرتمي بالجريفية. خما بليات يوسع كرة بالراس، وينو الشباب، وينو ميروا داني فيرين يخطف هذه الكرة بالراس، لاعب الارتكاز وسط الميدان الدفاعي. امامنا بقميصه رقم 3 داني فيري. كرة كانت ماشية للشباك لوهبي الخزري. ما زلنا في انتظار هذه هي النزعة الهجومية لحمد النقاز يعطي كرة، يا سلام، غدار هو الخنيسي، جلاد الجلادين، دا ياسين الخنيسي، هداف من هدافين على الطريقة الألمانية لكارتر يحتف الكرة. يا سلام يا حمدي يا نقاز، كرة كافيار من
النقاز يعطيها للغدار، هو تا ياسين الخنيسي حطها له للمرة الثالثة، جابها له في الشباك. تا تندم كريفا يعاين الأضرار، كورة ولا في الأحلام من حمد النقاز وتا ياسين الخنيسي، هذه قوته. غدار ما يرحمش. مجريدي يطالب معلول بالوقوف امام منفذ الكرة. تتوزع الكرة بالراس، وصيام بن عثمان على الكرة بالركنية. عودة تا ياسين الخنيسي للمساعدة الدفاعية. نجاح كبير لتا ياسين. موشيكوي يحاول التمرير، خامبينيات، ناكامبا، السرعة في الإيقاع، المساكني كذلك بواجبات دفاعية لم نعرفها عنده. التصويب المصنع ويحاول لا تعامل عليه معلول عبد النور والمساكني مع هذه الكرة لم يكن جاهز. منتخب الزيمبابوي مشاهدينا الكرام عن طريق بيسونا يظلل الفارق. هذا هو تدخل عليه معلول لم يكن موفق، ثم يوسف المساكني ومعلول في الفرجة، وبيسونا يفاجئ رامي جريدي ويعطي امال جديدة لمنتخب الزيمبابوي. 3-1 لا خوف على النسور رغم هذا الهدف للزيمبابوي. هذا هو التعامل، لا يمكن بالمرة انه المدافع كما علي معلول يعطي بظهره للمهاجم داخل منطقة الجزاء. العقوبة آنية حينية. ديمبلي ما يعطيش ضربة جزاء ويعطي ضربة جزاء، يعطي ضربة جزاء. هذه هي سرعة الخنيسي القياسية، تجبر ناموانسو على الغلطة، والغلطة بفلقة والرابع جاي يا شباب. ضربة جزاء مع نهائيات كأس افريقيا للأمم. وبالخزري جيب الرابع، جيب يا وافي، يتقدم وافي، جول رابع 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 رابع. تعظيم سلام، تعظيم سلام لهذا المنتخب المزيان. وبالخزري في الشباك، في الشباك، ورابع اهداف النسور، ومع النسور لا تلف ولا تدور. مرة مرة يا مر هذه الرباعية في الشباك الزيمبابوية. 4-1 مشاهدينا الكرام. المنتخب التونسي يفتك اقوى خطوط الهجوم في الدورة. يعني معلول، علولو بكل حلوله، علولو يتحرك، علولو وبالخزري لعلولو، يا سلام علي يا علي يا علي. ركنية متعونا الولاد للأمانة، شيخونا بأجمل كرة. عندنا مدة وزمان، مرينا الدفاعية، حالة ذهول لمدرب زيمبابوي كاريستو مسوع ب4 أهداف لهدف للمنتخب التونسي. مشاهدينا الكرام هذا الشوط الأول بكل الغرام، بكل الدلال، بكل الجمال، خيال كل الخيال. لكم مني أجمل تحية يا توانسة وكل المشاهدين في ناموانسو وأونيسمور بازيرا. ثنائي وسط الميدان الدفاعي ويلاد كاتساندي كابتن الفريق. دخول طبعا اول في الفريق للاعب رقم 11 من جانب منتخب زيمبابوي باسيون اندورو. يوم السبت القادم باذن الله في هذا الملعب في ليبرفيل، ربع نهائي ضد بوركينا فاسو، ان شاء الله نجيبوها كذلك باذن الله. علي معلول، وبالخزري ياسين الخنيسي، الركنية الركنية يطالب بها طبعا ياسين الخنيسي. التعليمات متواصلة من الإطار الفني.
تمويه رائع من بن عمر اللي عنده التكنيك والتكتيك، وكرة للخنيسي يقطعها الحارس نكربع. يعدي يوسف المساكني لخامس الاهداف المساكني، والخزري جول، والخزري لا يا خزري لا، ياسر تباطأ الخزري، ما زالت الخطورة، سليتو يوزع وتدخل طبعا الحارس نكربع. الدفاع التونسي الان كل اللاعبين في الدفاع بما فيهم تاع ياسر الخنيسي. علي معلول يهدي الكرة لميسونا للصوب، قوية ورهيبة هذه التصويبة من ميسونا، سحب الهدف الوحيد لمنتخب الزيمبابوي. كانت هبة من علي معلول في امداد هذه الكرة. اكيد انتظار ربما حمزة الاحمر للوصول في مكان امين بن عمر لتجنب الورقة الحمراء المحتملة. صبرات ثانية لبن عمر، ويبقى المنتخب يلعب 10 لاعبين ونخسر خدمات بن عمر. بن عمر بكرة رايحة على اليسار، نعيم سليتي يمشي على اليسار، نعيم تا ياسين يتمركز، نعيم رايح مساكنة، لا 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 ضربة مرمى. يطالب بالتمويه الحارس تاتان دانكوريفا. الحكم ما يعطيكش ضربتي جزاء كي يكون افريقي، ورغم انه هنالك احتكاك الان بين اللاعب المساكني والحارس نكوريفا، لكنه الحكم يقول ضربة مرمى. نعيم السليتي، لكن المنتخب التونسي ما زال مسيطر بدون تسجيل اهداف اخرى. خامة بيليات سرعة لميسونا، والهدف الثاني. المحاربون منتخب زيمبابوي، الدفاع التونسي كما العادة هنالك مخاوف، هنالك ظنون. اندورو الوافد الجديد في الشوط الثاني، شوف الكرة من 50 متر جاء بها منتخب الزيمبابوي، وينو الدفاع التونسي عبد النور وعلي معلول، تجاوزتهم سرعة اندورو. خامة بيليات بكرة ممتازة، يعدي اندورو، واندورو يفاجئ رامي جريدي ويعطي ثاني اهداف منتخب الزيمبابوي. نشكو الدفاع، نشكو على بن عمر لما ما يلعبش ضد بوركينا فاسو. منصب الكويني غردي، نعيم سليتي مساكني، التداول بين اللاعبين الرائع هذه المنظومه. وين يوسف وترى ياسين جول، لا غريبه وعجيبه هذه الكره. الخنيسي يرتمي والقائم الايمن يقول لا، والف لا. يلزم خامس. انهام وانتو، وشوف خطير وينه قلب الدفاع. شوف علي معلول يلعب دور ممتاز. عبد النور حواره كان الاخير مع موشيكوي، وخامة بيليات نجم سان داونز ميلودي ضاعت عليه فرصة الهدف الثالث. مر نعيم سليتي يربع على يمين الدفاع الزيمبابوي، طه ياسين يتمركز، التمهيد الرائع وعلي معلول يوسع، يوسف المساكني رايع في التسويق بالراس، والحارس نكريفا. الهدف الخامس كان قريب مشاهدينا الكرام. هذه هي الكرة العصرية، طويلة من رامي طه ياسين، رهيب والله. نعم هنالك لمسة يد خارج منطقة الجزاء للحارس تاتان نكريفا.
في بداية اللقطة. صابر خليفة ايضا مشاهدينا الكرام في مكان يوسف المساكني في ثالث مواعيد المنتخب التونسي. مهاجم النادي الافريقي الان صابر خليفة لاخذ مكان يوسف المساكني. صابر اللي مر على العديد الانديه التونسيه. صابر يحاول المرور يراوغ. صابر خليفة يمادي السليتي. كرة جول لا اي 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 اي. هذه هي كرة نعيم السليتي. كرة من ذهب علي معلول حب يلعب مع طه ياسين الخنيسي واقتناص رائع من الحارس تاتندا نكوريفا. امين بن عمر فرجاني على طول لمسه واحده لحمزه الاحمر. الكره سريعه وينه حمزه. التصويب من حمزه الاحمر خارج الميدان. طبعا الاحمر الرهيب نعيم السليتي سحب الهدف الاول. بيل شانكلي المدرب التاريخي للريدز ليفربول كان يلعب باللون الازرق. لما جاء بيل شانكلي ب 59 قالوا لهم لا يا شباب يلزم. ماتشي اللي كان اساسي في مباراه السنغال. ماشي هذا هو لاعب جولدن يرد عليه بن عمر بمسانده من ايمن عبد النور. انتهى الوقت البديل مشاهدينا الكرام. الكل في انتظار صافرة تنس ديمبلي. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم دينيس ديمبلي ويؤشر على تأهل المنتخب التونسي إلى الدور الربع النهائي لمواجهة بوركينا فاسو.